ايه الحرب اللي تعرضت لها الداخلية يوم الحادث الإرهابي لمديرية أمن الدقهلية. القصة قصة خطيرة جدا، ولا من الآخر كده يعني بيتم عملها في أجهزة المخابرات. يعني الشغل اللي أنا شفته ولاحظته، أنا عارف كويس إن ده شغل أجهزة مخابرات. واحد هيقول تعرف منين؟ أقول له يا عم أنا قريت لما مت من كتر القراية، فعارف. وبعدين أنا رجل إعلام، واللي مستخدماه جهاز المخابرات ده نوع من أنواع الإعلام غير متداول لدى الإعلاميين أنفسهم، ولكن علم خرج الحقيقة من علماء الإعلام اليهود اللي أنا اتعلمت على ايديهم وخدت الدكتوراه على ايديهم في الإدارة العامة في جزئية إدارة المؤسسات الإعلامية. طيب.